ازيكم عاملين ايه الاخبار النهارده؟ انا جايه لكم فيديو يعني بعنوان كده ما شلتش نفسي محدش هيشيلني. اه والله. بصوا، انا يمكن باين على ان انا تعبانه شويه، بس انا فقت الحمد لله عن الاول كتير، اللهم لك الحمد. خدوا بالكم بس الايام دي من ادوار البرد، واشربوا سوائل سخنة، وكمان دايما خدوا فيتامين سي في البرتقال، في الليمون، في الستفندي، في اي حاجة بقى، المهم تاخدوا فيتامين سي عشان البرد. وحافظوا كده على نفسكم، ما تغلطوش غلطتي، لان فعلا انا متبهدلة، كنت متبهدلة الحمد لله طبعا، ومع جلسات بقى تنفس وحوارات كده كتير. المهم بصوا بقى، انا هنا اول ما صحيت كده قلت لا، انا مش كنت شاريه حاجات من بالليل، بس يعني كنت طالباه وكده، فقلت لا انا مش هعمل اي حاجه، انا هفطر عشان اعرف اخد العلاج بتاعي، لان كمان واخده حقن مضاد حيوي قويه 1 جرام، فمع حقن تانية كمان، فاللي هو مش هينفع ان انا ما اكلش، لا لازم اكل. فعملت كده نعناع، وكمان عملت سندوتش جبنه كده، مع جبنه قريش بالفلفل الحار، عشان تفتح نفسي شويه، يفتح نفسي شويه، وزيتون وخيار. واخدت طبعا البنادول، وطبعا يعني ملوكه زي بالظبط، يعني اخدت دور برد معايا، فاديت لها بقى ترفست، واديت لها كنت في فرقين للسخنيه، وهم ماشيين بالجلسات والعلاج والحمد لله. هنا بقى خلاص بعد ما فطرت قلت ادخل المطبخ اعين الحاجات اللي متكركبه على الرخامه، لان فعلا مش بعرف ابدا ان انا اشتغل او اعمل اي حاجه طول ما في كركبه حواليا، فلازم اظبط الدنيا اول باول. بصوا انا هنا كان عندي يدوب كوبايه رز، فجبت رز، فعايزه افضيه بقى، فبقوم مفضيه الاول الرز ده، بشيله اللي هو كان في العلبه عشان استخدمه الاول، فهمتوا ازاي؟ وبفضي الكيسه كده في العلبه بتاعتها، وبحط كده شويه رز اللي هما كانوا عندي، وخلاص وكده العلبه خلصت. وهنا ظبطت برضو، حسيت ان انا محتاجه اظبط ضلفه الخزين بتاعتي اللي هي الاستخدام اليومي، فظبطتها بقى زيوت وكلام من ده، وكان في حاجات واقعه ملزقه، فطبعا كان لازم ان انا امسحها. هنا برضو كنت جايبه مكرونه، بصوا عشان يعني مش حد عندي، انا وكوكو بس، فاللي هو بجيب كميات صغيره يعني. فانا كان عندي مكرونه سباكيتي، وعندي مكرونه اللي هي القواقع الكبيره ديت، فجبت بس نص اللي هي الصغيره المرمريه، وحطيتهم كده في علب التخزين بتاعتهم. وخدوا بالكم بقى ان احنا خلاص احنا في الشتاء او داخلين على الشتاء، فالحاجات مش بتبوظ بره، يعني مش شرط تحطوها بقى في التلاجة. انا كنت بحط بصراحه الحاجه في التلاجة، لان انا عندي ابلي جو حر يعني قوي في المطبخ، فطبعا بدات بقى ان انا اطلع الحاجات من التلاجة وافضي الدنيا في التلاجة، واحط في ضلفة الخزين بره عادي. هنا برضو كنت جايبه نشا، كانش عندي نشا، وكنت بشتري من الدكان اللي جنبي كده، والبقال ب5 جنيه معرفش ايه، فكان ما بتفرضش ابدا معايا، فلا قلت لا اجيب ربع كيلو بقى يفضل عندي. هنا كمان شويه النسكافيه دول كانوا في سبت كبير، فهو اصلا قرب يخلص، فانا قمت حاطاه في منظم كده صغير، جايباه المنظم الصغير ده من موكا ستور، يعني مش عارفه تقريبا هو عامل 7 ونص او 10، مش عارفه، المهم يعني هو حجمه كويس، وكمان خامته كويسه جدا. دخلت النسكافيه في المكان بتاعه، والثبت بتاع النسكافيه ده انا استخدمته في ان انا احط فيه البهارات، كنت شاريه برضو بهارات كده تمن من كل حاجه، من النواقص اللي كانت عندي بس، فحطيتها كده. وهنا بقى قلت حطيت يعني التوابل في ضلفة الخزين، وقلت بقى ايه، خلينا اطلع العلاج اللي انا مش هستخدمه او اللي هيترمى، لانه بقى له فتره عندي، لان انا جبت جديد، فهمتوا ازاي؟ يعني انا كل ما بجيب دواء جديد بشيل اللي عندي القديم وارميه. المهم هنا بقى دخلت خلصت كده المطبخ، وقلت ما ادخل، كنت انا اصلا يعني قبل ما افطر حطيت شويه هدوم في الغساله، وقلت اما انشرهم بقى، وعايزه اقول لكم الدنيا شتت عليهم، وطبعا اضطريت ان انا احطهم في المنشر، وحوارات كده كتيره يعني، بس خير الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وقلت وانا طالعه كده من البلكونه اشوف اي تراب قدامي امسحه، لان زي ما قلت لكم الجو عفره جدا، فقررت ان انا بقى ايه امسح اي تراب قدامي، ولان انا شايله الانتيكات والحاجات دي كلها، مش بحطها ابدا في الشتاء، وكمان بقى احنا في مرحله الزحف والمشي، فاللي هو مش هينفع ان احنا نسيب اي حاجه قدامنا، كفايه الوقعات، وكل يوم حاجه في دماغنا في شفتنا بتتفتح، يعني كفايه كده قوي. المهم بقى قلت ادخل بقى اعمل حاجة يعني ترد روحنا كده، عشان فعلا خلاص اللي هو الموضوع ده حيوي فعلا قاضي عليا بكل الطرق، فقلت بقى لا ما بديهاش بقى، نجيب ديك شمرت وزوز كده. نزلت لكم الطريقة بتاعته في الفيديو اللي فات، هحطه لكم برضو بالتفصيل في ديسكريبشن بوكس، وكمان هثبته لكم في اول كومنت مثبت.
المهم بقى بتبل الوصوص بتاعنا الحلو ده بتتبيله حلوه قوي، لازم تشوف الفيديو. بتبله عموما ببصل وطماطم وفلفل وملح، وبدعكهم كده في بعض، وادعك الوصوص فيه او الفروك فيه وبالتتبيله دي. وبعد كده بقى من جوه اللحم ومن بره والجلد، واظبطه كده واكتفه تكتيفه محترمه، وفي معلقه سمنه واشوحه مع ايه بقى، مع حبهان ورق لوري وكمان بصل وطماطم عشان ناخد احلى شوربه، وفلفل اسود طبعا والملح. الفراخ عموما بتاخد ملح قبل التسويه، مش زي اللحمه بنضيف لها الملح بعد التسويه. المهم بقى احلى شوربه تاكلوها في الديك، من ديك القمر ده، لو انتوا عملتوا الطريقه دي. وكمان احلى لحمه فعلا تاكلوها من الديك، طول ما انتم متبلينه من جوه، تحسوا انتوا بتاكلوا ديك رومي مش ديك بلدي ابدا. يعني عايزه اقول لكم كان حجمه صغير جدا، بس هو يعني ما شاء الله في كاميرا مكبراه. المهم بقى وسبت الفراخ تستوي، وعملت شويه شوربه لسان عصفور كلنا عارفينها. بنحمر لسان عصفور ونضيف عليه شويه شوربه من الفراخ، وكان الله بيستر علينا وزي الفل قوي. بصوا بقى، انا هنا قلت ما اعمل معاكم القلقاس، ما عملتوش قبل كده على القناه، فانا بحب القلقاس جنب الفراخ البلدي. فبرضو كنت محتاجه ان انا اخد حاجه فيها خضار وفيتامينات يعني، ما لقيتش حاجه قدامي غير القلقاس. بهرس توم او بفرم توم، وبهرس كمان او بفرم كزبره خضراء. بصوا انا بقطعها بالمقص، وبعد كده بفرمها او بدعكها او بدقها في ايد الهون. يعني ماما اللي معلماني الطريقه دي وجدتي، بس فعلا الطريقه دي حلوه قوي، احسن ما تقطعوها بس. بتفرق كمان في شكل القلقاس. هنا بقى جبت الحله، وبدات ان انا احط معلقه من الزيت وعليها الثوم، معلقه كبيره كده من الثوم، وبعد كده نزلت بالكزبره اللي انا فرماها. ما تفرموهاش في الكب، اعملوها في الهون كده، ويعني حاولوا تطلعوا ايد الهون بقى بتاعتكم واستخدموها، بدل ما انتوا كل حاجه كبه كبه كبه، لا، استخدموا بقى ايه، ايد الهون يا جماعه. المهم شوحتهم كده مع بعض، واول ما شميت الريحه نزلت بمعلقه كده من الصلصه. البيتي الحلوه دي، انا من الناس اللي بتاكل قلقاس بالصلصه او بصلصه خفيفه يعني، بالخضار وصلصه خفيفه. هنا زودت كده الطماطم او التسبيكه بتاعتي دي بالشوربه، بعد كده نزلت بالقلقاس. القلقاس الجديد نزل، وفي ناس بيقولوا ان هو كويس دلوقتي، يعني بيستوي حلو يعني زي بتاع الشتاء. بس استنوا، لو انتوا هتخزنوا استنوا لما الشتاء بقى، يعني على شهر 12 او واحد كده، بس يعني اخركم واحد تقريبا او اول واحد والقلقاس بيكون خلص. ده من تفريز السنه اللي فاتت تقريبا، ده اخر كيس كان عندي. المهم بقى زودت القلقاس بالميه بالشوربه، وظبطت ملحه وخلاص، وقفلت كده وهديت النار عليه يستوي مع بعضه. وبعد كده بقى غرفت القلقاس وحمرت الفراخ في سمنه بلدي، وكمان حطيت عملت رز وشوربه لسان عصفور. وعايزه اقول لكم يعني اكله كده ترد الروح فعلا، من المضادات الحيويه بقى والعلاج وكل الحاجات اللي احنا بناخدها اليومين دول. فحاولوا تاكلوا حاجة فيها حاجة ترد روحكم، حاجة فيها فيتامينات، وحاجة فيها حاجات مقويات بمعنى أصح يعني، عشان فعلا يعني أنا كل ما أكلم حد أو كل حد يكلمني ألاقيه تعبان، فربنا يا رب يشفينا ويعافينا كلنا. المهم بقى هنا رشيت كده رشة ملح كده خفيفة وفلفل اسود على الفراخ او الديك الحلو ده، وبس خلاص كده. عايزه اوريكم بقى لحمته من جوه سكر يا جماعه، والله مش قادره اوصف لكم هو كان حلو ازاي. وبقالي كتير قوي يعني، عايزه اقول لكم ما اكلتش الفراخ البلدي، يعني مش معقوله يعني كل ما نتعب لازم نجيبه يعني. فالحمد لله، ربنا بس اهم حاجه يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. بصوا بقى جمال الصدر كده لما افتحه، شايفين بقى التتبيله الحلوه دي، والله فعلا حرفيا حلو قوي، والتتبيله بتاعته فعلا كانت مخليه اللحم بتاعه سكر. جربوا بس ان انتوا تعملوه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها الفيديو اللي فات، وانتوا هتاكلوا احلى فراخ بلدي فعلا يعني. حرفيا ما دقتهاش قبل كده بالطريقه دي. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. طبعا بعد ما اكلت كده واستقيلت وغسلت العزال بقى، حبيت ان انا اخد ارتاح شويه بمعنى اصح، فاخدت كده كوبايه برضك من النعناع بالعسل الابيض، وجنبها البرتقانه كده برضك زي ما قلت لكم فيتامين سي، حاولوا تاخدوه في اي حاجه، كيوي برتقان استفندي، يعني موسم الكيوي موسم البرتقان اليومين دول، فخدوا برتقان كتير يعني، وكلوا برتقان كتير، بس مش كتير قوي عشان ما درسكوش يعني. المهم بكده الحمد لله، اللهم لك الحمد. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسيش طبعا اللايك والشير. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله، مع الف سلامة.